دخلت الكنيسة وجذبتني صورة لشهيد مال 7 أكاليل، ويا محتمل كتير، واستحق إنه يكون للشهداء أمير. هناك من استحق أن يكون شهيد الإيمان، وهناك من استحق أن يكون أول الشهداء، ولكن واحد فقط هو الذي استحق أن يكون أمير الشهداء. من كنيسة أمير الشهداء ماري جرجس بالمنيا يسر المكتبة الصوتية أن تقدم لكم قداس وعظة إلهية للقمص صموئيل حبيب راعي كنيسة الأمير تدرس بالمنيا، وذلك بمناسبة نهضة الشهيد العظيم ماري جرجس بالمنيا في يوم الأحد 17/11/1991 بمناسبة عيد الشهيد العظيم ماري جرجس بالمنيا. يا رئيس الحياة وملك الدهور، اللهم يا من تجسو له كل رتبة ما في السماوات وما على الأرض وما تحت الأرض، الذي الكل مذلول وخاضع بعنق العبودية تحت خضوع قضيب ملكه، الذي تمجده الأجناد الملائكية الطغمات السمائية والطبائع العقلية بصوت لا يسكت ناطق بإلوهيته. وإذ سررت بنا نحن أيضا الضعفاء الأرضيين أن نخدمك، لا من أجل نقاوة أيدينا لأننا لم نفعل الصلاح على الأرض، بل مريدا أن تعطينا نحن البائسين غير المستحقين من طهرك. اقبلنا إليك أيها الصالح محب البشر، إذ ندنو من مذبحك المقدس ككثرة رحمتك، وجعلنا أهلا للسلام السماء اللائق بلاهوتك والمملوء خلاصا، لنعطيه بعضنا لبعض بمحبة كاملة، ونقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة. صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية.
ممسة مردولة رافضة لمخافتك، ولا بفكر غش مملوء من شر الخائن، غير متفقة نياتنا في الخبث، بل برغبة أنفسنا وتهليل قلوبنا، إذ لنا العلامة العظيمة الكاملة التي لمحبة ابنك الوحيد. فلا تطرحنا نحن عبيدك من أجل دنس خطايانا، لأنك أنت العارف كخالق قبلتنا أنه ليس مولود امرأة يتزكى أمامك، فاجعلنا إذا أهلا يا سيدنا بقلب طاهر ونفس مملوءة من نعمتك، أن نقف أمامك وأن نقدم لك هذه الصعيدا المقدسة الناطقة الروحانية غير الدموية، صفحا لذلاتنا، غفرانا لجهالة شعبك، لأنك أنت إله رؤوف متحنن. مستحق وعادل، مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه بالحقيقة مستحق وعادل ومقدس ولائق ونافع لنفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، أيها الكائن السيد الرب الله الضابط الكل في كل زمان وبكل مكان لربوبيتك، أن نسبحك ونرتل لك ونباركك ونخدمك ونسجد لك ونشكرك
نمجدك ونعترف لك ليلا ونهارا بشفاه غير هادئة وقلب لا يسكت وتمجيدات لا تنقطع. أنت الذي خلقت السماوات وما في السماوات والأرض وكل ما فيها، البحار والأنهار والينابيع والبحيرات وما في جميعها. أنت هو الذي خلقت الإنسان كصورتك وكشبهك، وخلقت كل الأشياء بحكمتك. نورك الحقيقي ابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا مخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله نشكر ونقرب لك معه ومع الروح القدس الثالوث المقدس المساوي غير المفترض. هذه الذبيحة الناطقة وهذه الخدمة غير الدموية، هذه التي تقربها لك جميع الأمم من مشارق الشمس إلى مغاربها وإلى الشمال إلى الجنوب، لأن اسمك عظيم يا رب في جميع الأمم وفي كل مكان يقدم بخور لاسمك القدوس وصعيدا طاهرا. وعلى هذه الذبيحة وهذا القربان لأنك أنت هو الذي فوق كل رئاسة وكل سلطان وكل قوة وكل سيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل وفي الآتي. أنت الذي يقوم أمامك ألوف وربوات الملائكة ورؤساء الملائكة المقدسين يخدمونك. أنت الذي يقوم أمامك حيوانك الكريمان جدا ذو الستة الأجنحة الكثير الأعين السيرافيم والشاربيم، فبجناحين يغطون وجوههم من أجل لاهوتك الذي لا يستطاع النظر إليه ولا التفكر فيه. وباثنين يغطون أرجلهم ويطيرون بالاثنين الآخرين، لأن في كل زمان يقدس كل أحد، لكن مع كل من يقدسك اقبل تقديسنا منا نحن أيضا يا رب إذ نسبحك معهم قائلين.
قدوس 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 بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالطنا وصيتك بهواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم، فلن تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعتنا دائما بأنبيائك القديسين. وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم بواسطة الماء والروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب سده الذين في العالم بدل ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به ما بعلم من قبل خطايانا الذين إلى الجحيم من قبل صالب. يوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب، وحدد يوما للمجازاة، هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد كنحو أعماله. هذا السر العظيم الذي للتقوى، لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ قبضا على يديه الطاهرتين اللتين بالعيب وعلى دنس الطباويتين المحييات. ونظر إلى فوق نحو السماء إليك يا الله أبا وسيد كل أحد وشكره وباركه وقدسه
القديسين والرسل الأطهار قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا نصنعوه لذكري. وهكذا الكأس أيضا بعد العشاء مزجها من عصير الكرمة والماء وشكرا وباركها وقدسها. أيضا لتلاميذ القديسين والرسل الأطهار قائلا خذوا اشربوا منه كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوه لذكري. تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموت وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن آجي. مقدس وقيامته من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهور إنسان الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. مقدسا لك وهذه الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي لا مغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة
القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا لينمو بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى الرعاة اضبطهم والذين يرعونهم ثبتهم أطيبها للإكليروس نسكا للرهبان والراهبان طهارة للذين في البتولية حياة صالحة للمتزوجين رحمة للتائبين صلاحا للأغنياء للفضلاء معونة للمساكين الشيوخ قوهم والذين في الحداثة أدبهم غير المؤمنين ردهم لتنقضي افتضاحات الكنيسة للبدع ونحن كلنا حسبنا في وحدانية التقوى مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدسات طهارة الأنفس وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباب. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. صلوا من أجل سلامة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية. اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك وحفظ بسلام وجميل اساق المسلمين الذين فيها. واولا نذكر يا رب ابانا الطوبى والمكرم رئيس الاساق وبطريرك البابا البشلود الثالث وشريكين الخدمه الرسوليه وبين الاسقفين الانبا ارسانيوس والانبا كيرلس. يفصلون معهم كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على كنيستك المقدسة ليروق فيها بسلام. اذكر يا رب الخمامسة والقسوس والأرثوذكسيين والشمامسة. وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل أديرة أبائنا الأرثوذكسيين. من خلاص العالم والنازي والصور والقرين والجزاء والغيوم. والساكنين في هذه إيماني تفضل يا رب الزروع والعشب ونبات الحقل في هذه السنة.
في هذه السنة لكي يبارك المسيح لنا لتنمو تكسر تكون بثمرة عظيمة ويتحنن على أولادي التي صنعتها إليها ويغفر لنا خطايانا. كمقدار كنعمتك فرح وجه الأرض لروحها ولتكثر أثمارها أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا نحن كلنا الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطي طعاما في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السماء. Bek monogeni senchini Trainer bir permetenes oabendak arikatak sinekhay Ente karabegi enne etwatiru etabrana kisijin ذاكرا أيضا جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباب، أباين الأطهار، رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا الإيمان، ومن أكثر القديس الممنوع مجدا العذراء كل حين، والدة الإله الطاهرة القديسة والقديس يوحنا السابق المعمدان والشهيد، والقديس اسطفانوس أول الشمامسة وأول الشهداء، والقديس مرقس الرسول الطاهر الإنجيلي والشهيد
والقديس ساويرس والقديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس وابانا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبارا بابونا والثلاثة أمام قارات القديسين وابانا بيحرس وابانا بابشوي وابوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس و49 شهيدا والقوي أنبا موسى والقديس سيزورس وبنى بابخوم بالشركة وبنى باشنودا رئيس الموتى واحدين وبنى بنكر الساح وبنى بصمويل المعترف وكل مصاف قديسيك لنا يا سيدنا لسنا أهلا أن نتشفع في توبوية لك بل هم قيام أمام منبر ابنك الوحيد ليكونوا عوضا عنا يشفعون في مسكنتنا وضعفنا وناثر اليتامنا من أجل ثلباتهم المقدسة ومن أجل اسمك القدوس المبارك الذي ضوي علينا النعيم في مدينة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمان
لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بركة والسلام نشكر الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى الفوق ونكتم اسمه القدوس هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصول أسراره الإلهية الجالس على كرسي مجده الذي يقف أمامه جميع الطامات السمائية الذي تسبح الملائكة بأصوات البركة ويخر ويسجد له رؤساء Amen.
الحيوانات غير المتجسدين يقولون تسبحة الثلاث التقديسات 24 قسيسا جلوس على كراسيهم 24 إكليل ذهب على رؤوسهم 24 جاما من ذهب في أيديهم مملوءة بخورا الذي هو صلوات القديسين ويسجدون أمام الحي إلى
نفوسنا واجسادنا وارواحنا لكي بقلب طاهر وشفتين نقيتين ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ونية نقية وصبر كامل ورجاء ثابت ننشر بضالة بغير خوف أن نطلب إليك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونقول بان الذي مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس آمين. ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين. مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين.
آمين. أمين 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 أؤمن واعترفوا إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم وجعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بلاس البلطي واسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطينا خلاص غفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين.